المجتمع المدني اللي تسمى سابقا بالهياكل المدنية، يعني ما هيش عسكرية ولا أحزاب سياسية، هو مجموعة من الهياكل والقوى والمنظمات والجمعيات والنقابات ومجموعات الضغط والمصالح وساعات بعض الشخصيات الفاعلة في المشهد العام، والمؤسسات كذلك غير الحكومية المستقلة عن الدولة، يكونوها أشخاص بصفة دائمة مش مؤقتة وتمشي على روحها على أساس اتفاق بيناتهم باش يحققوا أهداف يضبطوها وقت التكوين وتكون أهداف غير ربحية. وباش تحقق المنظمات الأهداف اللي حطتها عندها الحق في ممارسة نشاطات تطوعية اللي تنظمها في علاقة بالمصالح والقيم والأهداف المشتركة المضبوطة بصفة مسبقة. تلعب الهياكل هذه متاع المجتمع المدني برشا أدوار هامة ومتعددة ومتنوعة ومتفاوتة في أهميتها حسب المجال والموضوع والسلط والتوقيت وغيرها من المعطيات. بينها الأدوار أن المجتمع المدني هو الإطار اللي يتكون فيه المواطن ويساعده على الوعي بحقوقه وبحرياته بالمطالبة بضمانها واحترامها من قبل السلطات. ينجم المجتمع المدني يكون قناة أو همزة وصل اللي من شأنها أن تقرب أو على الأقل تحاول تقرب بين المجتمع من جهة وبين السلطة والمسؤولين من جهة أخرى والحكام متاع البلاد باش توصل أصوات المواطنين ومواقف الناس ويبلغوا تطلعاتهم وانتظاراتهم للسلطة، وهكا ينجموا يدافعوا على مصالحهم ويطالبوا بتحقيقها. وبهذا ممكن المجتمع المدني يكون قوة مستقلة مضادة للسلطة من خلال الضغط والتفاعل والتعامل مع أصحاب القرار ومرافقة نشاط السلطات ومراقبتها والسعي للتأثير عليها، إما بمطالبتها باتخاذ قرار في مجال معين أو في اتجاه معين، أو بالعكس بمنحها من اتخاذ قرارات تراها مخالفة للصالح العام. لكن الاستقلالية متاع المنظمات هذه ما تمنعناش من حقها في أنه يكون عندها موقف من المسائل السياسية مطروحة على الساحة العامة، بل بالعكس عندها الحق تعبر بحرية عن مواقفها في قضايا الشأن العام والسياسات العمومية متاع البلاد. المجتمع المدني هو زاد إطار يجتمع فيه المواطنين باش يدافعوا على مصالح مشتركة ولا يتبادلوا الخبرات متاعهم والتجارب في عدة مجالات وميادين، ولا يتعاونوا بين بعضهم باش ينجوا مشاريع تضامنية وتنموية. وباش يقوم بمختلف الأدوار اللي شفناها يستعمل المجتمع المدني برشا وسائل، فمثلا يمكن له تقديم مبادرات ومقترحات قوانين، ينجم ينظم تظاهرات واجتماعات احتجاجات ومواجهة ويحشد الدعم ويعمل التعبئة وقت اللي ناصر أو يدافع على فكرة. ينجم زادا يستعمل العرايض والشكايات ويرد ويعلق ويجاوب في الإعلام، وممكن يطلب الترافع قدام البرلمان خاصة في اللجان. ينجم زاد المجتمع المدني في بلاصة المواجهة يستعمل منهجية الشراكة مع الدولة ومسؤوليها من خلال تقديمه لدراسات علمية يقدمها بالتشاور مع صناع القرار وتتسمى ورقات السياسات العمومية. والورقات هذه هي أوراق بحثية فيها دراسة مختصرة وموضوعية على مشكلة أو قضية محددة تمس المجتمع وحياته العامة، وممكن اللي كتبوا الورقة بعد تقييم السياسة وبيان نقائصها وعدم نجاحها يمكن يقدموا توصيات بحلول وبدائل لحل القضية أو المشكلة. كان ناخذوا مثال الانتخابات ونحاولوا نفهموا شنو هي الأسباب والعوامل اللي تفسر الحاجة للمنظمات غير الحكومية في المجال هذا. أولا العملية الانتخابية بحكم تعقيدها وطولها ورزنها وعدد المشاركين اللي فيها والتحديات نتاعها، اختيار ممثلين عن الشعب في مختلف السلط وتوصيلهم بالتصويت لمراكز القرار، تتطلب مشاركة المجتمع المدني المتدرب والمتكون في الملاحظة متاع الانتخابات وتنظيمها من التسجيل اليوم الاقتراع. ثانيا المجتمع المدني هو اللي ساهم مع ليزي في تكوين عدد هام من المتدخلين في مراحل العملية الانتخابية باش تسهل العملية مع توعية الناس وحثهم على المشاركة وتقديم الرأي في النصوص القانونية ومراقبة عمل ليزي وتقييمه وضمان شفافية نزاهة الانتخابات ورفع التقارير والمتابعة وغيرها من الحاجات الهامة اللي ترجع للجمعيات كيف مراقبون وبوصلة وعتيد وغيرها، واللي تنجموا تكونوا نهار من نهارات أعضاء وفاعلين في مثل هالمنظمات وغيرها.